احنا فاهمين ان التربيه الايجابيه يعني ابني ما يعيطش، ابني ما بيتعاقبش، ما بزعقلوش، ما بزعلش منه، ما بحرموش من حاجه. كل دي مفاهيم مخليه الناس بتتعامل مع التربيه الايجابيه بحرص واحيانا بتريقه. لو هتكلم على حاجه مثلا التربيه الايجابيه بتوصي ان احنا نبعد عنها زي العصبيه والزعيق، هنلاقي ان العصبيه والزعيق تاثيرهم على النفس بتاعه الطفل ان هي بتخلي الجهاز العصبي متشنج. الموضوع بمنتهى البساطه ما فيهوش اي شرح اكتر من كده. ده انا لما بزعق في حد كبير اصلا بيقول لي كفايه وترتيني، طب ما بالك بقى بطفل صغير مخه وتشريح دماغه والكلام ده كله لم يكتمل نفسيا ولا عاطفيا عشان يستوعب الانهيار العصبي اللي انا فيه. طيب هنيجي بقى في الدين، عندنا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كان بيتعامل مع الاطفال ازاي؟ برفق، بلين. حتى كان في موقف ليه مع طفل في المدينه، سيدنا النبي طالع ومعاه عنقود عنب، لقى طفل قال له خد العنقود العنب ده اديه لاهلك، والولد خد العنب ومشي. تاني يوم قبله فبيقول له اديت العنب لاهلك؟ فقال له لا يا رسول الله. هنا انا توقعت ان سيدنا النبي هيديله بقى محاضره عن الكذب واهميه الصدق والكلام ده كله، فهو الحقيقه قال له وانت كنت جعان؟ كنت جائعا؟ اللي هو كانه ايه ده، انت اديت له العذر يعني قبل ما تحاسبه والكلام ده كله، وكانك بتلومه بس مش بتلومه. طب ليه الحفاظ على النفسيه بالشكل ده؟ لان الانسان بيستمد روحه وطاقته النفسيه وتوازنه النفسي من احساسه ان هو شخص كويس في عين اقرب الناس ليه. فالموقف ده، الموقف النبوي ده، هو ده صلب التربيه الايجابيه اصلا. فاللي عايز يعرف اكتر عن التربيه الايجابيه ممكن نقصر المسافه ونقول ارجع للسيره النبويه وشوف مواقف سيدنا النبي مع الاطفال كانت عامله ازاي.